ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه
الواضح برهانها المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعبي اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد ودل على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والملي عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرده ونفره أبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال. صلى الله عليه تسبحه المصلي عليه به فينبسط في قلب ورس بتعلقه به وحبه وينتبه بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه شرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التسرير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول بوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال المينون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد بدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص. صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم شهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه ونورا حير أفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف لأن يركم في هذا القطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه وإن كانت
كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك صلى الموصوف الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين صلى الله عليه. وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. قدومه إلا القبول سبحان من قد أعطانا بقدومه إلا القبول سبحان من قد أعطانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى. شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى. لما بدا من كل خطب نجانا. بقدومه لما بدا من كل خطب نجانا. الربيع وافانا أقبل علينا هنانا به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر
والصحب الكرام فالشهر فيه غنانا والآل والصحب الكرام فالشهر فيه غنانا الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد ربيع الخير بدا الأنس فافرح يا طهر ويا قدس بالحق لقد طاب الغرس دين من لاذ به يسعد في ربيع الخير بدا الأنس فافرح يا طهر ويا قدس بالحق لقد طاب الغرس دين من لاذ به يسعد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد ذكر المولد بشرانا بخشوع نتلو القرآن كم نرجو رحمة مولانا بمديح أبي الزهراء أحمد في ذكر المولد بشرانا بخشوع نتلو القرآن كم نرجو رحمة مولانا بمديح أبي الزهراء أحمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد ومحمد للتقوى سبب وأنوار ليست تحتجب مهما يسمو فينا طلب فبغير الهادي لم نرشد ومحمد للتقوى سبب أنوار ليست تحتجب مهما يسمو فينا طلب فبغير الهادي لم نرشد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي
وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد ومحمد للتقوى سبب وأنوار ليست تحتجب مهما يسمو فينا طلب فبغير الهادي لم نرشد ومحمد للتقوى سبب أنوار ليست تحتجب مهما يسمو فينا طلب فبغير الهادي لم نرشد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد نور الدنيا هدي محمد وهدى للعلياء محمد بحر رجاء الناس محمد وأمان للخلق محمد نور الدنيا نور الدنيا نور الدنيا هدي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يد شرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وحشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا تمر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار
مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرات المصونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة ملة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. والسماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. على في الخفا إلى عالم الدهور بعد تنكره في البطون والدهور. قدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تدعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وافد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تلبيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على شرق محمد. الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرت واستهزأ
في الحسن تفرد صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك كل لما قصر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا الله وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا مرحبا يا نور
الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كمال خلق القلب المحمدي إن قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير القلوب وأوسعها وأقواها وأتقاها وأنقاها وألينها وأرقها، وهو القلب الواعي اليقظان الفياض بأنوار الإيمان والقرآن. فخير القلوب قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلم حسنا وهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. Sempurna ciptaan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hatinya Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya hati. Yang paling luas hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kuat hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bertakwa hatinya Kanjeng Nabi. Yang paling bersih hatinya Rasulullah. Yang paling lembut hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hatinya beliau selalu sadar, penuh dengan iman, penuh dengan Quran, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Monatina kaula kadang-kadang engak, kadang-kadang tak engak. Mun semangkin engak ambek pangeran. Keluar tak engak ambek pangeran. Kanjeng Nabi walau naum, walaupun tidur tetap, walaupun naim dalam keadaan tidur Rasulullah, tetap Rasulullah masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak kuat, Pak? Nabi itu mulai dalam kandungan ditinggal abahnya. Oke, mau sampean ngocak kaula neka banyak ujian beb. Nabi neka mulai beda kandungan tinggal bapaan. Kaula mulai kene tinggal emak beb. Kanjeng Nabi juga mulai kecil ditinggal ibunya. Kalau seandainya panjenengan ngomong saya diuji dengan ditinggal istri saya beb, Kanjeng Nabi ditinggal dengan istri tercintanya Khadijatul Kubra. Kalau panjenengan ada bu kaula beb diuji sama Allah dengan meninggalnya anak saya, Kanjeng Nabi anaknya meninggal laki semua. Benih situng telok meninggal kebi. Ayo ujian kurang ya apa ini? Kalau panjenengan ngomong saya diuji beb 1 hari tidak makan, Kanjeng Nabi diuji 3 hari tidak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya diceritakan. Diriwayatkan daripada Musnad Ahmad, daripada Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya Allah ini melihat kepada hati-hatinya hamba, maka menemukan hati yang paling bagus itu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memilih Kanjeng Nabi sebagai nabi yang paling mulia dan pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memilih Kanjeng Nabi, Allah memilih hati-hati setelah Rasulullah dipilih. Ternyata yang dipilih hati ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mulia ba'da Rasulillah ashabu Rasulillah. Yang paling bersih hatinya setelah Rasulullah adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya sampean cek sampai norok-norok mun beda habib, beda kiai ngajak mencaci ashabu Rasulillah, jangan ikut sampean. Siapa sahabatnya Nabi itu? Ya'kuluna ma'an Nabi, makan bersama Rasulullah. Yashrabuna ma'an Nabi, minum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna ma'an Nabi, abajeng bi Rasulullah, Rasulullah imam, makmum dengan sahabat.
Hati yang paling bersih ba'da Rasulillah adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita mempunyai hati yang bersih ya. Amin Allahumma amin. Ini masih panjang. Saya hanya ingin menyampaikan ini kita masuk bulan yang mulia. Kalau lebih sampai masuk dekat bulan sing mulia, jangan sampai niat yang mulia ini menjadi tidak bagus. Yang pertama, ini banyak berdetisen ya. Mula mulutan niat mengeluarkan untuk Rasulullah, pilih yang paling bagus. Ono gedang sing paling api. Cek gedang-gedang kene beri aki. Koceng tak gelem, Mbak. Nah, pilih yang paling yang bagus. Urunan sun horek semangat, masih 500 kuat. Dan makin ratokaran bini semangat. Mon urusan maulid Kanjeng Nabi, beri pilih gedang-gedang sing kene-kene dia. Pilih yang paling bagus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apel, pilih apel yang paling bagus. Jangan sampai mulutan utang nang Bang Bekar. Kelero sampean. Mulutan utang dek Bang Bekar dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah niat maulid untuk Rasulullah, ngeluarkan sampean ngetokno gede, oleh cili alhamdulillah, oleh gede alhamdulillah. Ini banyak dia, cek sampai ngeruang pada budi dia. Kau lah ngeluar lagi raja, oleh nanya ria, berarti tak ikhlas. Berarti tidak ikhlas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup mulutan, tutup tambah akur karo tangga. Mulutan tambah tokaran mbek tetangga, lero. Nggih? Yang nomor 3. Ini di desa banyakan gantung-gantungan. Candol-candolan nggih. Jangan rebutan pas mahalul qiyam. Tidak pantas. Karena pas mahalul qiyam Kanjeng Nabi hadir. Mosok pas Kanjeng Nabi hadir sampean pak tempakan. Nggih? Nggih. Oh berarti Habib ngelarang enten kalau tak ngelarang. Kapan waktunya rebutan? Ba'dal maulid, setelah maulid sampean rebutan tak panapa. Makilah pak tempakan tak panapa. Cedak orang mempak tak panapa. Kita oleh nggih. Nah, ba'dal maulid sampean rebutan tak apa-apa. Yang penting jangan sampai pas mahalul qiyam sampean rebu. Mulai ya Rabbi sholli sampai doa ini khusus untuk Rasulullah. Sudah ojo delok-delok kok anganan, ojo delok kiri, ojo wis. Mulai ya Rabbi sholli sampai doa ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosok Kanjeng Nabi hadir sampean pak tempakan. Tak kasih contoh. Jangan Rasulullah, kiai ya wis hadir. Majlis ini kedatangan Kiai Muslim. Majlis nikah kedatangan Habib Taufik. Mosok pantes sampean pak tempakan. Jadi Kiai Muslim gila orang pacaran dia berarti enggak. Bagaimana adabnya? Ketika Kiai hadir sampean kan nggih. Oh tahu pas Kiai hadir sampean salaman. Lebih pantas sampean enyak beda ponduk dia lho. Hari ya. Nah, ketika maulid qiyam hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang keempat, kalau pajangan kasih hal-hal yang manfaat. Entong, cibuk, ada manfaat ya. Cibuk pas binen sampai pek-pek kari nutuk-nutuk sampean kan nggih, kari nyamar ya. Pek-pek kari ngelama dia hari nutuk. Manfaat. Mun andi pese sarung BHS. Pese 1 juta, candol lagi tak apa-apa. Jangan sesuatu yang tak pantas. Contoh, pakaian dalamnya wanita. Lho kau ngojek nih bener karena anu kau nih pengalaman banyak. Kau lepas berdiri ya. Angguan. Semakin kalau tanya ada sampean, pantas apa enggak? Tak pantas. Wong mulut itu Kanjeng Nabi kok. Pakaian dalamnya wanita, bagian yang tidak pantas, yo dipajang ya kira wong-wong ini. Tidak pantas. Maka
pilih sesuatu yang pantas. Ya kupluk, sarung, entong, cebuk, nggih, mulai kuat kelar sepeda motor, tanggang lagi, tak mana apa ya. Saya satu cerita, saya pernah diundang satu orang. Pas Mahalul Qiyam, pas orang orang biner ya. Duh, mek riya sing pajang riya. Salah pas ngarepku, Pak. Duh, mek riya sing pajang riya. Berarti neka masyarakat tak kurang neka. Oleh setahun kalau tak ngebele, tak berani untuk memberi masukan kepada ustadznya, tak nyaman kalau lagi buru unceng, tak nyaman. Ada entek berarti mau kalau unceng boleh cocok berarti. Tahun kedua saya diundang lagi. Oh berarti saya cocok berarti bisa untuk beri masukan. Ketika datang ke rumah setelah tahun kedua nih kak gibu deh boleh. Tambah benyaan ya, tambah benyaan ya. Akhirnya pas setelah itu tahun ketiga datang ke rumah mengundang lagi. Saya ngomong, seporan nak Ustad, engki Habib, kalau nekala termasuk kanjana sampeyan, engki mau kancan neka tanah sahu harus sering beri nasihat. Mau kanca sip to, ada benek kanca olar ya mana? Ngaengaen sampean, mau sampean nanti kanca sip sampean, sip ya, ada berarti olar. Cuma mon kanca nasihat to gigi ya pada olar ya kena sekunik nasihat di sekunik nasihat pada olar ya ya enggak apa kalau ada seandainya ada yang salah sedikit nasihat ya seporan nak Ustad kalau tak anu kalau beri masukan engki Habib seporan nak engki Habib tak kayak minyak disik Ustad oh engki Habib beri minyak wangi be kalau seporan Ustad anu kalau seandainya Mahalul Qiyam itu kalau dipajang itu jangan hal-hal yang tidak pantas seperti punya perempuan oh engki Habib bener Habib bener. Alhamdulillah saya naik lagi sobung. Cuma pas turun beda cai dak kula. Aduh palang dia Ustaz tadi ya. Ada janji paten dia Ustaz dia. Itu makanya ya mungkin di pacaran ada. Saya berapa kali melihat di pacaran ada ya. Berapa kali ya sampean sing andi masyarakat. Ayo tak oleh tak nyaman hari gebe mau maulid. Insyaallah manfaat ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang barokah, majlis yang manfaat, majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit Habib nerangake tentang sebaik-baik hati adalah hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Kalau seandainya hati-hati manusia tidak diliputi dan tidak dikuasai oleh syaitan, maka niscaya hatinya akan tembus ke kerajaan langit. Setelah Nabi yang dipilih hati yang terbaik, sahabat, kemudian setiap hati daripada umat Islam yang di situ yang dinilai terdapat nur cahaya di hatinya ada cahaya Rasulullah SAW. Maka seandainya hati daripada kita tak kuasain be setan, maka niscaya ada ngak ke atas ni ke bakal ngatelak dekah kerajaan sebenarnya langit. Ni ke debun Kanjeng Nabi. Laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Karena kita sudah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, hati kita ki beda penyakit di dalam ateh sing tak tembus, hatta nasihat tak tembusi. Ana nasihat baik niku untuk menghadapi bulan Maulid, tapi mohon atin tak tembus kelaban nasihat. Tak masuk karena pon ikuasain kelaban syaitan, ikuasain kelaban nafsu sehingga aletes kabeh tak temu. Makanya aku lesekut nyocot ke sampean mun hadir majelis ngeba ateh. Cak ngeba kopeng. Sampean cuma ngiba kopeng akhirnya tertarik gosida nedo, tertarik dak takut nedo, ngiba ate, siapa bisa baca, siapa bisa gosida, mun ngiba ate, akhirnya tembus, beda cinta ke Rasulullah, beda mahabbah dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyocot cek nyocot, mun ngiba hadir majelis, ngiba ate, aten sampean tata dari jompo, niat ahormat ke Kanjeng Nabi. Majelis saya kama abai pun, khusus dengan bulan Maulid mangken nikah. Eta taungku ate untuk menghadapi bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan nikah bulan Rabiul Awal, mun ada bulan nikah ada bulan Ramadan, mana ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Recep, beda bulan Recep sebab beda Kanjeng Nabi, beda Isra Mi'raj, barokan Kanjeng
Kanjeng Nabi. Beda bulan Ramadan etoronaki Al-Qur'an yang malam bulan Ramadan karena beda Kanjeng Nabi, ada Kanjeng Nabi. Ada nisfu Sya'ban, wat ada petolekor Recep, ada malam Lailatul Qadar. Setajana ka biwujudil Mustafa Ahmad kelaban barakan wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo berhati-hati menghadapi bulan Rabiul Awal, sapasang ateh, pasang niat cek sampai ban seroban, agungaki Kanjeng Nabi, pamuljaaki Kanjeng Nabi semampu-mampuna kula panjenengan dawuh Habib kula cek sabiasa untuk Rasulullah SAW. Mun sampeyan tak bisa tak usah monot. Sampeyan mun tak bisa mulyaki Kanjeng Nabi tak usah maulid. Maaf kula nuwun sewu. Sampeyan hadir majelis nika tapi sampeyan tak bisa khusyuk tak usah datang. Sampeyan mun tak bisa menghormat Nabi dalam acara maulid tak usah maulid karena Nabi tak nuntut kulit sampeyan untuk maulid. Maulid nika untuk kulit sampeyan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad hamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافره على باب عزته تحط الرحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رايات الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والغفر واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.